السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، حياكم الله بهذا الفيديو الجديد واللي بنتكلم فيه عن آخر أخبار منتخبنا اليمني واستعدادات المنتخب لمباراة البحرين والنيبال في تصفيات كأس العالم. وقبل ما نبدأ بعرض تفاصيل الفيديو بالضغط على زر الإعجاب لأن هذا يساعد في نشر الفيديو وخلوكم مع التفاصيل. أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم إرسال مذكرة للأندية العراقية والبحرينية والعمانية التي يحترف فيها لاعبي المنتخب اليمني من أجل السماح للاعبين للانضمام إلى معسكر المنتخب الإعدادي الذي سيقام في مدينة أبها السعودية في تاريخ 6 من شهر داعش القادم. واللاعبين المحترفين الذين تم اختيارهم هم أحمد السروري وأحمد الوجيه ومحمد الداحي وعلاء عوشة وعبد الواسع المطري وناصر محمدوه وعمر الداحي وهارون الزبيدي وحمزة الريمي وأنيس المعارك. وإلى هنا أعزائي المشاهدين قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. من الجميع دعم هالفيديو بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.